السلام عليكم يا أحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير وسعادة وراحة بال. النهاردة جايبالكم قصة أحداثها حقيقية وحصلت بالفعل. بس في الأول نصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا شفيعي يا رسول الله. وما ننساش اللايك يا حبايب قلبي. ودلوقتي بقى يلا بينا نبدأ حكايتنا. وقبل ما نبدأ حكايتنا هنتعرف على بطل قصتنا زي ما احنا متعودين مع بعض. والنهاردة بطلة قصتنا اسمها سعاد، وعندها 50 سنة. جوزها قابل وجه رب كريم من يجي 20 سنة، وكان ابنها زين في الوقت ده عنده 10 سنين. واللي حصل وقتها ما يخطرش على بال حد. في يوم من الأيام سعاد كانت قاعدة مع أخوها وأمها بعد ما جوزها قابل وجه رب كريم، وقالت روحية أمها: اسمعي كلامنا يا بنتي، بدل ما تضيعي حياتك وعمرك عليه مفيش حد هيشكرك أبدا. سيبيه لجدته وعمه يربوه وانتي لسه صغيرة، وألف مين يتمناكي. لا يا ماما، أنا عمري ما هتجوز ومش هسيب ابني أبدا، وهفضل معاه عمري كله. وانت شايفة جدته أو عمه حنينين عليه أوي، يعني ده العمر شاف منهم حنية ولا حد عامله كويس أبدا. يعني ده آخر كلامك يا سعاد؟ انت هتفضلي هنا لوحدك في شقة جوزك؟ الشقة دي شقة ابني، أبوه كتبها له باسمه، وهو دلوقتي عنده 10 سنين، يعني راجل اتسند عليه بعد ربنا سبحانه وتعالى. ما تشيلوش هم انتوا بس. ازاي بس ما نشيلش همك يا سعاد؟ ده انتي اختي، وفي اي وقت لو احتجتي اي حاجة احنا اهلك وفي ظهرك وموجودين. ربنا يخليكم ليا يا رب وما يحرمنيش منكم ابدا. وبعد ما مشي عادل وروحية ام سعاد كانت قاعدة مع ابنها بيتعشوا مع بعض، وهو كان قاعد زعلان وحزين. وسعاد قالت له: مالك يا حبيبي، مش راضي تتعشى ليه؟ هو انت يا ماما مش هتمشي مع خالي وجدتي روحية وتسيبيني هنا قاعد مع عمي وجدتي؟ لا طبعا يا حبيبي، وحتى لو رحت هناك هاخدك معايا، انا عمري ما هسيبك ابدا يا قلب ماما. وفي الوقت ده الباب خبط عليهم، وقامت سعاد تفتح الباب ولقت سوريا حماتها اللي قالت لها: بقالي ساعة بخبط على الباب، ايه طرشة وما بتسمعيش؟ انا اسفة جدا يا حماتي، انا اول ما سمعت خبط على الباب جيت وفتحت على طول. ودخلت سوريا على طول وقعدت وقالت لها: الا قوليلي صحيح يا اختي، هي امك واخوكي كانوا عندك بيعملوا ايه؟ ابدا يا حماتي، كانوا جايين بس يطمنوا عليا انا وزين. انتي عارفة انا مقعداكي هنا ليه؟ عشان زين ابنك لما يكبر ما يكرهناش ويقول ان احنا بعدناه عن امه وهو لسه صغير. ولازمته ايه بس الكلام ده يا حماتي؟ زكريا جوزي الله يرحمه كتب الشقة باسم زين ابني ووصاني افضل جنبه واربيه كويس. وانتي بطولك كده يا اختي؟ طيب لو احتجتي اي حاجة احنا هنجيبها لك على طول، انما تتجوزي وتقولي يا جواز وعينك تيجي على راجل كده ولا كده يبقى تنسي ان انت تشوفي ضفير ابنك. وانت عارفة كويس اوي يا حبيبتي ان احنا معارفنا كتير، يعني لا بيفرق معانا قانون ولا غيره. هنخليكي تتبهدلي في المحاكم وبرضه مش هتشوفي ابنك تاني. انا راجلي هو ابني، يا ريت تبعدي ابنك عيسى عني وانا مش هشيلكم هم اي حاجة. كده تمام قوي، ومادام مش عايزة تتجوزي يبقى تقعدي على ابنك، واللي تحتاجيه انا هعملهولك على طول. وحماتها اللي قالت كلامها ومشيت من شقة سعاد اللي كانت فعلا رافضة الجواز عشان جوزها اللي كانت بتحبه وعشان تفضل برضه جنب ابنها. وفي يوم من الأيام ابنها تعب جدا بالليل، وكلمت عيسى أخو جوزها وقالت له يجيب لها الدكتور. وفعلا جه ومعاه الدكتور اللي كشف على زين وقال لهم: الولد تعبان جدا وحرارته عالية وما بتنزلش، وعنده صديد شديد على اللوز، ولازم يعمل عملية اللوز في أسرع وقت.
طيب يا دكتور، والعملية دي يعني هتتكلف قد ايه؟ مش كتير يا أستاذ، احنا هنحدد لك المبلغ والحاجات اللازمة في الورقة دي، ولو تمام أنا هرشح لك أخويا، هو دكتور أنف وأذن وحنجرة، وهخليه يكرمكم في تمن العملية كمان. شكرا جدا يا دكتور، تعبناك معانا. ومشي عيسى مع الدكتور عشان يوصله لحد الباب، ولما رجع لقى سعاد واخدة ابنها في حضنها وهي بتعيط، وحط عيسى الورقة اللي كتبها الدكتور قدامها وقال: أنا حسبت الدكتور وكفاية عليا قوي كده، والعلاج وتمن العملية في الورقة معاكي. وأنا هجيب المبلغ ده منين بس يا عيسى؟ أكيد هاخد من حماتي. حماتك رجلها وجعها جدا ومش هتقدر تطلع عندك تاني، وهي كلمة عايزة ابنك يخف واديك اللي انت عايزاه، تعملي اللي انا عايزه منك. وسعاد اللي قعدت تعيط وقالت: اخوك لما كان عايش كان عارفة قوتي قد ايه، عشان كده كتب الشقة باسم ابنه وخاف عليه منك انت، وبعد ما اخوك ما مات وهو لسه في عز شبابه جاي لي لحد هنا طمعان في مراته في الحرام. خلصت الخطبة بتاعتك يا ست الشيخة، خلاص خليكي قاعدة بقى جنب ابنك تكح تراب، وانسي ان انا خل امي تديكي قرش واحد يا وش الفقر. وعيسى اللي قال كلامه وسابها ومشي على طول، وسعاد اللي مسكت التليفون وكلمت امها وردت عليها وقالت: الو، مين معايا؟ انا سعاد يا ماما. عامله ايه يا حبيبتي؟ سعاد، اخبارك ايه يا بنتي؟ طمنيني عليكي، مش ناويه تيجي تقعدي معانا بقى شويه في البلد؟ ان شاء الله يا ماما، قريب قوي. قوليلي، هو عادل اخويا معاه فلوس؟ اخوكي حالته صعبه قوي يا بنتي، بقى يشتغل ورديتين في اليوم عشان يقدر يكفي مراته وعياله. الدنيا بقت غاليه قوي يا بنتي. هو انتي محتاجه فلوس؟ انا معايا الحلق الدهب في وداني، ابيعهولك يا بنتي وابعتلك تمنه في البوسطه. لا 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 ياما، انتي مخليه الحلق ده لوقت زنقه. انا بس انا قلت استلف منه فلوس لحد ما اقبض المعاش، بس خلاص هاخدهم من حماتي. ماشي يا بنتي، وبعدين زنقتك دي هي زنقتي بالظبط، ومش مسامحاكي ابدا لو انتي محتاجة اي حاجة ومرضتيش تاخديها مني. وسعاد اللي قفلت التليفون مع امها وقلعت الدبلة من ايديها وشالت ابنها ونزلت وراحت محل الدهب وباعت الدبلة عنده انا شايف الحالة اللي انت فيها يا مدام، وكمان شايف ابنك شكله تعبان قوي، وعشان كده انا كارمك في سعرها قوي، انما جيتي للحق انا خسران في تمن الدبلة دي. ربنا يخليك يا استاذ، بس بقولك ايه، انا شايفة ان انت معلق يافطة بره المحل وكاتب فيها ان انت عايز عامل نظافة تنفع تشتغل واحدة ست. تنفع يا بنتي، وكمان في أوضة جوه المحل فيها شوية حاجات قديمة كده عشان لو حبيتي تجيبي ابنك معاكي يقعد فيها. وفرحت سعاد جدا وقالت له: ربنا يخليك ويبارك فيك يا أستاذ، أنا من بكرة هكون هنا الصبح عندك وتحت أمرك في أي حاجة. ماشي، اتفقنا، وإن شاء الله هعملك مرتب كويس أوي يفرحك. وفعلا بدأت سعاد تشتغل اليوم كله في المحل، تمسح وتنظف وتروق المحل اللي كان كبير جدا، وكانت ترجع بالليل على آخر النهار وبتحوش الفلوس عشان تعمل العملية لابنها. وفي يوم من الأيام رجعت من الشغل وعاشت ابنها ونيمته، وبعدين دخلت الحمام عشان تاخد شاور. ولما خرجت من الحمام كانت لابسة عباية طويلة وواسعة، ولقت في وشها عيسى أخو جوزها وزعقت فيه وقالت له: انت بتهبب ايه عندك يا جدع؟ انت اتنيل، اطلع برا من هنا. هكون بعمل ايه يعني؟ جاية اشوف أرملة اخويا اللي مسؤولة مني كانت فين وبتعمل ايه. مسؤولة من مين يا عرة الرجالة؟ انت داخل شقتي ليه في وقت زي ده؟ امشي يلا، اطلع برا من هنا. اهدي كده بس وقولي هديت،
واسمعي اللي انا هقولهولك. البيت ده انا راجله، واللي عايزه منك يا ريت تفكري فيه كويس قوي. بدل ما انت بتشتغلي خدامة في محل دهب، هخليكي هنا ست البيت ده كله، ولو فكرتي كويس هيبقى بالحلال. يا ريت تحترم نفسك، انت لو اخر راجل في الدنيا دي. انا مستحيل ابصلك ابدا يا بتاع الستات. انا راجلي موجود هنا، هو ابني، ومش هتجوز تاني ولا عمري هسيبه ابدا. انت فاهم ولا لا؟ يا بنت فكري كويس، لما العمر يعدي بيكي وتكبري في السن، وابنك ده هيرميكي في الشارع ويروح يتجوز، وانت هتفضلي قاعدة لوحدك بقية حياتك. ابني متربي كويس جدا، وعمره ابدا ما اللي راحت وقفت عند الباب وقالت له هات المفتاح اللي معاك يلا واطلع بره من هنا، وإياك تطلع عند شقتي تاني. انت فاهم ولا لا؟ وإلا والله هصوت واخلي اللي ما يشتري يتفرج عليك. يا ريت توطي صوتك ده، انا خارج يا وش الفقر. انتي خليكي بقى كحي تراب واشحتي على ابنك. وعيسى اللي قال كلامه ومشي وسابها، وسعاد اللي قعدت تعيط على حالتها اللي اتبهدلت لما جوزها مات. وعدت فترة طويلة وعملت سعاد العملية لابنها، وراحت عندها سوريا حماتها وهي ساندة على عكاز، وقالت لها عشان ما عرفتش اساعدك في تمن العملية بتاعت الواد، عشان رجلي وجعتني ومبقتش عارفة امشي عليها خالص. وعيسى ابني اللي منه لله اخد كل المعاش بتاعي وما بيدينيش منه اي حاجة. ولا يهمك يا حماتي، مستورة والحمد لله. انا لقيت شغل عند راجل محترم وطيب جدا، واهو مكفيني انا وابني. ربنا يزيدك من نعيم الله. واحسن حاجة عملتيها يا بنتي ان انتي ما تجوزتيش عيسى، ولا حتى سمعتي كلامه في اي حاجة طلبها منك. انا قاعدة في بيتي كافية خيري شري، وانا حذرته انه لو قرب مني تاني هفرج عليه أمة لا اله الا الله. جدع يا بنتي، وبكرة ابنك ده هيكبر ويخليكي قاعدة في بيتك متستتة، وهو اللي هيشتغل ويصرف على بيته. يا سلام، ده الواد كله شكل ابوه، ان شاء الله يطلع جدع وشهم زي ابوه. وبصت سعاد لابنها وقالت ربنا يبارك لي فيه، ده عمر كله، وبتمنى ان ربنا يعوضني عن اي حاجة اتحرمت منها. ربنا يبارك لك فيه يا بنتي ويعفهولك ان شاء الله. المهم اوعي تقولي لعيسى ان انا جيتلك المستشفى، عشان هيعمل لي مشكلة كبيرة قوي. اطمني يا حماتي وما تقلقيش، انا مش هقول اي حاجة لاي حد. وفي شقة عيسى ومراته كان قاعد بيتعشى، ومراته اللي كانت شايلة بنتها اللي عمرها شهور وقاعدة قدامه وبتقوله جرى ايه يا عيسى؟ هو انت مش هتطلع تطمن على ابن اخوك؟ لا طبعا، وياكي تطلعي لها او حتى تطمني عليها هي وابنها. انت فاهمة ولا لا؟ كل ده عشان مرضتش تتجوزك يا عيسى. طيب حتى اعمل عشان عظم التربة. يا ريت تتمسي وقولي يا مسا، بدل ما والله اخليكي تباتي في تربتك النهارده. هو انت مش واخد بالك يا اخويا ان الناس بقت تتكلم عليك وتقول ان انت مش صاين الامانة اللي سابها لك اخوك؟ انا حر في نفسي يا هناء، وبعدين انا ولا اترفض ولا يتقال لي لا. ده انا كنت هلمها من الشارع اللي هي مرمية فيه وبتشحت. لا يا عينيا، هي ما بتشحتش، دي شغالة وبتصرف على نفسها وواقفة على رجليها كمان، وعمرها ما مدت ايديها لأي حد. وانا ما يبقاش اسم عيسى اما كسرت مناخيرها اللي في العلالة دي وجبتها الارض. وبعدين بدل ما انت عمالة تدافع عنها كده، المفروض تكرهيها وتغيري منها، عشان جوزك كان عينه عليها. لا يا حبيبي،
انا واثقة في نفسي جدا، ومش مشكلتي ان جوزي عينيه فارغة وكل شوية عينه على واحدة شكل، وانا مش هنزل مستوايا وغير من كل واحدة شوية. وبعدين غير على مين يا عيسى؟ عليك انت. انا قاعدة معاك بس عشان البت اللي على ايديا دي. تعرف لو كانت ولد كنت اتطلقت منك من زمان، واهي مرات اخوك عايشة من غير راجل وزي الفل. بس انا معايا بنت وولية، وانا هبقى انا وهي بطولنا كده، على رأي المثل دل راجل ولا دل حيطة. طيب حط لسانك في بقك بقى وخلينا اطفح اللقمة اللي في ايديا دي بنفس، كاتك الهم وليا فقر صحيح. وعدت سنة في التانية وكبر زين ابن سعاد وبقى راجل قد الدنيا وعنده 30 سنة. وسعاد بقت من البنت الحلوة اللي الكل بيحلف بجمالها اتحولت لست كبيرة ويبان كمان أكبر من عمرها. وكانت ماشية على عكاز وبالراحة جدا، ودخلت أوضة ابنها زين، وزين ابنها كان نايم، وقربت منه وقالت له: يا زين قوم يا عيون ماما، اصحى يا حبيبي، قوم يلا يا حبيبي. وزين اللي قام وقال لها: صباح الفل يا ست الكل، تعبت نفسك ليه؟ ده انا كنت ظابط المنبه. لا والله، ما المنبه بيرن من الصبح جنبك وانت ولا هنا. طب اعمل ايه طيب يا ست الكل؟ انا متعود كل يوم والتاني اصحى على صوتك الحلو ده. وسعاد اللي طبطبت عليه وقالت له: يبقى ما تجيبش سيرة تعبي، المهم ان انت تنام وتصحى على اللي انت مرتاح عليه. يلا يا حبيبي ادخل الحمام وخد لك شاور لحد ما اروح اجهز لك الفطار. ايوه اتفضلي انت بقى يا ست الكل، دلعي فيا لحد ما نشوف اخرتها ايه. وانا عندي اغلى منك يا نن عينيا لما دلعوا. وبعد شوية كانوا قاعدين هما الاتنين بيفطروا، وزين عمل نفسه متضايق جدا وقال: شفت يا ماما المشروع بتاعي انا وصحابي اللي انا قلتلك عليه عايز فلوس كتير قوي. طيب وفيها ايه بس يا حبيبي؟ ما تدفع الفلوس دي وقسموها على بعض عشان ما حدش فيكم يتزنق ابدا. يا ماما ما هم دفعوا مصاريف كتيرة جدا قبل كده، ودلوقتي الدور عليا انا. طيب يا حبيبي هو المبلغ قد ايه بالظبط؟ المبلغ يعني يا ماما 50,000 جنيه. يا نهار مش فايت يا زين، واحنا هنجيب المبلغ الكبير ده كله منين؟ من خالي يا ماما، خالي عادل على قلبه فلوس قد كده وما فيهاش حاجة يعني لو اخدت منه المبلغ ده. مرات خالك شرانية قوي يا ابني، ولو عرفت ان انا استلفت الفلوس دي من خالك مش هتعديها ابدا على خير. ومين قالك بس يا ماما ان احنا هنستلف الفلوس؟ انت هتاخدي ورثك منه مش ورثك الكامل يعني. تاني يا زين، تاني كلام في الموضوع ده يا ابني. انت ايه ما بتزهقش؟ انا مليون الف مرة اقولك ان الفلوس اللي عند خالك دي من تعب وشقاه، وانا مليش اي حاجة فيها ابدا. لا طبعا يا ماما، خالي عمل الفلوس دي كلها من حتة الارض اللي كانت عند جدي، وانت ليكي في الارض دي. حتة الارض اللي انت بتتكلم عنها دي يا زين كانت كبيرة جدا، وجدك باع نصها وهو بيجوزني لابوك الله يرحمه، وقال وقتها ان النص التاني بتاع خالك، وخالك بقى كبره واشتغل عليه اكتر واكتر وعمل الخير اللي عنده ده كله. حرام بقى يا ابني امد ايدي واخد من تعبه وشقاه واقول له ده حقي، وانا واخده حقي من زمان قوي. وغير ان خالك مش مقصر معانا في اي حاجه. انت ناسي ان هو اللي بيدفع لك مصاريف الجامعه، ده غير الفلوس اللي بقى بيبعتها لي كل اول شهر. ايوه الشفقه او الصدقه اللي اخوكي بيمن علينا بيها. بقولك ايه يا ماما، انت لو ما جبتليش الفلوس دي انا هجيبهم باي طريقة، بس ما تزعليش لما يتقبض عليا او حتى اروح في 60 داهية. يا لهوي
بعد الشر عليك يا حبيبي، ما تقولش كده، وإن شاء الله ربنا هيكرمك من وسع، بس بلاش تتسرع. تسرع ايه بقى يا ست ماما؟ انا عندي دلوقتي 30 سنة، واصحابي اللي منهم اتجوز واللي منهم مخلف ومعاه عيل واتنين، وانا لسه قاعد جنبك وباخد المصروف، وكلهم اهاليهم بيعملوا لهم كل نفسهم فيه، وانت عمرك ما عملت عشاني اي حاجة. وسعاد اللي اتملت عيونها دموع وقالت له: بقى دي اخرتها يا زين؟ يعلم ربنا يا ابني على كل اللي انا عملته عشانك، ده انا كبرت فوق سن سنين وحيلي تهد من الشقة، وبقيت بتحرك بالعافية عشان اكبرك وما خليكش محتاج اي حاجة. لا ناقصني كتير يا ست ماما، وانت السبب على فكرة. اقولك على حاجة، انا سايبها لك ونازل، انت اصلا بتحب اخوكي اكتر مني. وزين اللي قال كلامه وسابها ومشي، وسعاد اللي فضلت تعيط وكانت زعلانة منه جدا. وفي آخر اليوم زين لما خلص شغله راح قعد في كافيه مع أصحابه وهو متضايق جدا وحزين، وقال لهم على كل اللي حصل مع سعاد. وعمر صاحبه قال له: حرام عليك يا زين، انت ازاي تكلم امك بالطريقة دي او تقول لها حاجة زي كده؟ على فكرة بقى يا عمر، زين عمل الصح، امه لو موقفتش في ظهره دلوقتي هتقف امتى بس؟ اسمعني كويس اوي يا زين، سيبك من كلام عمر ده واحد اصلا سايب اهله وقاعد لوحده في شقته ومش فارق معاه اي حد. انا شكلي هعمل كده وارتاح على الاخر. انا بصراحة مستغربك اوي يا زين، ازاي انت قاعد مع عمك لحد دلوقتي ومتحملها في كل ده؟ ده امه يا غبي، وغصب عنه لازم يتحملها. زين سيبك من كلام العاق ده وركز معايا انا. انت تروح دلوقتي وتصالح امك وتبوس على ايديها، واوعى تسيبها تنام زعلانة منك، وبالمرة تكلمها في موضوع هبة بنت عمك. ده لسه موضوع هبة ده موال لوحده. امي ما بتحبش عمي ابدا، ولا هو ولا حتى بنته، واكيد طبعا مش هتوافق. يبقى جت من عند ربنا، اتجوز واسكن بعيد عنها، واوعى تقول ان انت ناوي تتجوز وتسكن جنب امك كمان. وفيها ايه بس يا علي؟ مش دي امه برضو وملهاش في الدنيا غيره؟ طيب يا ريتها امي عايشة لحد دلوقتي وانا كنت عشت تحت رجليها مش جنبها وبس. انا قايم مروح البيت، وما تخافش قوي كده يا عمر، انا مستحيل اسيب امي لاني مش معايا اي فلوس عشان اشتري شقة بعيد عنها. ومشي زين وهو بيضحك، وعلي كمان كان بيضحك على كلامه. وعمر بص لعلي وقال له: انت شايف الضحك اللي انتوا بتضحكوه ده؟ لما تتحرموا من امكم هيبقى دموع وندم. وبعد شوية وصل زين على البيت، وكان جايب معاه طبق بسبوسة، وقابلته هبة بنت عمه على السلم وهو طالع، وكانت لابسة بيجامة خفيفة شوية، وقالت له: ما لسه بدري يا أستاذ، انتي ايه اللي انتي لابساه ده يا هانم، وكمان قاعدالي بيه على السلم؟ الله يا زين، وهو مين يعني اللي بيطلع عندنا العمارة ولا حتى بينزل؟ ما انا هو يا هبة طالع العمارة دلوقتي، وبعدين ابوكي فين؟ وازاي سايبك تخرجي بالشكل ده؟ هو انا يعني نزلت الشارع بيه؟ ما انا قاعدة مستنياك على السلم اهو، وبعدين تعالى بابا صحي جوه وعايزك. ودخل معاها زين وقابله عيسى اللي كان قاعد بيتفرج على التلفزيون، وقال: يا اهلا يا اهلا يا ابن الغالي، ازيك يا حبيبي؟ اتفضل اقعد. معلش يا عمي، اصل الوقت متأخر جدا وانا لازم اطلع دلوقتي عشان ماما زمانها مستنياني. واكيد طبعا هتتخانق معاك عشان التأخير ده كله، ما هي كانت بتعمل كده وتنكد على ابوك الله يرحمه لحد ما قابل وجه رب كريم. عادي يعني يا عمي، انا اتعودت خلاص على طريقتها معايا. طيب قولي يا زين يا ابني، امك هتيجي امتى عشان تخطب البت هبة، ولا انتوا ناويين تخللوها جنبكم؟ لا يا عم، ازاي يعني الكلام ده؟ ان شاء الله قريب قوي.
هي البت هبة ما قالتلكش على عريس الدكتور اللي متقدم لها ولا ايه؟ وزين اللي بص لهبة وقال لا يا عمي، ما جابتليش اي سيرة، واكيد طبعا العريس ده هيترفض زي اللي قبله. ايوه طبعا يا زين، ولا ايه يا بابا؟ انا مش هتجوز غير زين ابن عمي. ايوه طبعا امال، بس انا قلت اقولك احنا بنضحي ازاي عشانك. اطمن يا عمي، هبة مش هتتجوز غيري ان شاء الله، وعلى اخر الاسبوع ده هجيب امي ونيجي نتكلم رسمي ان شاء الله يا حبيبي. يلا روح عند ماما عشان ما تقلقش عليك اكتر من كده. وزين اللي سابهم وطلع على شقته على طول، ولقى مامته قاعدة على الكنبة ونايمة على نفسها، وقرب منها وقال ماما ماما اصحي يا ماما، انا جيت خلاص. وصحيت سعاد من النوم وقالت اخيرا، كل ده تأخير يا ابني؟ ليه بتتأخر بالشكل ده بره؟ يا ماما انا كنت قاعد مع اصحابي، ولا حرام يعني افك عن نفسي شوية؟ براحتك طبعا يا حبيبي، بس يا ريت ترجع بدري شوية عشان تقدر تصحى الصبح وتروح شغلك وما تتأخرش عليه. وانا مش عيل صغير يا ماما عشان تقولي نام بدري عشان اروح المدرسة الصبح فايق. انا لولا ظروفك الزفت دي كان زماني متجوز وعندي بدل العيل 2. وسعاد اللي قعدت تعيط وقالت له يعني هي ظروف الزفت اللي انت بتقول عليها دي كانت بايديا يعني؟ وبعدين احنا فيها اهو يا زين، اعمل اللي انت عايزه، واللي امك ما قدرتش تعمله يمكن تطلع القمر وتاخدني معاك، ولا وشي هيبقى وحش عليك وتسيبني يا ابني. يعني هو اللي يقعد معاكي هيروح القمر؟ انتي مش عايزة تساعديني في اي حاجة، ودايما كده كاتمة على نفسي، وعلى طول خايفة عليا وخايفة على شغلي وخايفة على المصاريف. ليه بتعملي معايا كده يا ماما؟ خلاص يا زين، هبطل اخاف عليك وعلى شغلك يا ابني، ولا اقولك اعتبرني مش موجودة اصلا معاك. وسعاد اللي قامت وقفت وكانت لسه هتدخل اوضتها، وزين اللي قرب منها ومسك ايديها وقال لها انا اسف يا ماما، مش قصدي اقولك كلام يجرحك، بس انا مخنوق جدا ومتضايق. انا شايف كل اصحابي اتقدموا في شغلهم وانا لسه واقف في مكاني محلي سر، حتى المشروع اللي وقف بسببي وشكلي بقى وحش قوي. خلاص يا حبيبي ولا يهمك، انا قررت ابيع الفريزر اللي انا اشتريته من فترة، وكمان هبيع الانتريه القديم. مش حل ابدا يا ماما، ده ما يجيش نص المبلغ اللي انا هحطه في المشروع، بس خلاص انا مكتفي بشغلي اللي في الشركة وخلاص. امال ايه بس يا ابني اللي مزعلك؟ ولا انت عايز تتعبني معاك وخلاص؟ لا طبعا يا ماما، اهم حاجة عندي في الدنيا دي هي رضاكي عليا وبس. ده انا حتى جايبلك بسبوسة اللي انتي بتحبيها يا سوسو. شفت ابنك بيحبك قد ايه؟ وضحكت سعاد وقالت له بتعرف تاكل بعقلي حلاوة، بس تعيش وتجيب لي يا قلب امك. طيب استني بقى يا ست الكل، هدخل المطبخ واجيب الاطباق من جوه وناكل مع بعض عشان عايزك في موضوع مهم. ما انا كنت عارفة برضو ان البسبوسة دي وراها حاجة. وضحك زين ودخل على المطبخ وجاب الاطباق وقعدوا ياكلوا مع بعض البسبوسة. وسعاد قالت له قولي بقى يا زين، كنت عايز تقولي ايه يا حبيبي؟ ابنك بقى يحب يا سوسو وعايز يتجوز. يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار مبروك يا حبيبي، ده أحلى خبر سمعته في حياتي. يعني انتي مش عايزة تعرفي من هي العروسة اللي اختارها ابنك عشان تبقى شريكة حياته؟ طبعا يا زين يا حبيبي، عايزة اعرف مين اللي خطفت قلب ابني حبيبي. انا عايزة اتجوز هبة بنت عمي عيسى، بنت يتيمة وامها قابلت وجه رب كريم من وهي صغيرة، وعمي مننا وعلينا برضو. وبعدين يا ابن بطني كمل، وايه كمان؟ في ايه بس يا ماما؟ مالها هبة بنت عمي؟ ده انا اللي مربيها على ايديا. لا وانت الصادق، اللي مربيها عيسى، وبنت خفيفة كده ومش مظبوطة ولا شبهك
ولا شبهي يا ابني، ولا في يوم هيكون في عمار بيني وبين عيسى. انا نفسي افهم انت ليه بتعملي فيا كده يا ماما؟ كل حاجة اطلبها منك تطلعي لي فيها 1000 عقدة وعقدة. انا لازم ابقى على مزاجك يعني عشان انت تبقي راضية ومبسوطة؟ انت تخرس خالص، وياك تتكلم معايا كده تاني. انا عرفت بقى اللي قلبك عليا بالشكل ده. عمك وبنته كرهوك فيا يا زين. بقولك ايه يا ماما، انا هتجوز هبة، يعني هتجوزها واللي يحصل يحصل بقى. عايزة تيجي معايا وتقفي جنبي في الجوازة؟ اهلا وسهلا. مش عايزة؟ عادي جدا، هعتبرك مش موجودة زي ابويا. وزين اللي قال كلامه وسابها ودخل على اوضته ورزع الباب وراه. وسعاد اللي بصت له بكل حزن ودخلت هي كمان على اوضتها ونامت وهي بتعيط. وتاني يوم الصبح زين صحي لوحده، بس كان متأخر على شغله كالعادة لأن سعاد ما صحتوش من النوم، وهو مشي حتى من غير ما يطمن عليها أو حتى يصالحها. وبعد ما مشي زين بشوية الباب خبط على سعاد، ولما فتحت الباب لقت قدامها عيسى وقال: يا أهلا يا أهلا يا أم الغالي، كده برضو تزعلي الواد عشان عايز ياخد بنتي ويتجوزها؟ نجوم السما أقرب لك يا عيسى. لو كانت بنتك أمها عايشة لحد دلوقتي كان ممكن أوافق على الجوازة دي وأقول دي تربية هناء، إنما بنتك تربيتك انت يا عيسى. ما تتحمقيش قوي كده، هتبقى لابنك ان شاء الله. اصل بنتي المصونة غلطت مع واحد كده، ومفيش حد هيشيل الليلة غير ابنك المغفل. وانتي بقى لو قلتله حاجة زي دي عمره ما هيصدقك وهيفتكرك بتخربي الجوازة. ومش بس كده كمان، اللي ما قدرتش اعمله زمان لما انت رفضتيني انا هعمله دلوقتي. قصدك ايه بقى ان شاء الله يا راجل يا شايب يا عيب انت؟ قصدي ان انت هتترمي في الشارع ومن بيتي وبيت اخويا وعلى ايدين ابنك يا سعاد، وقريب اوي ان شاء الله. امشي من هنا يا راجل يا خرفان انت، امشي. همشي بس قريب اوي، هاجي واقعد هنا براحتي يا حماد بنت المصونة. ومشي عيسى ودخلت سعاد وقعدت تكلم نفسها وتقول: بقى كده يا زين؟ قال ايه؟ وانا اللي كنت فاكرة ان انت لما هتكبر هتقف في وشه وتبعده عني، عايز تجيبهولي لحد عندي كمان. وفي شغل زين حكى كل اللي حصل معاه لاصحابه اللي قالوله: طيب يا زين ما تجرب تتكلم مع مامتك بهداوة كده وتعرف هي رافضة الجوازة دي ليه. لا على فكرة بقى، امك دي زودتها على الاخر يا زين، شغلك ومش راضية تساعدك فيه وتطلب حقها من خالك. وكمان البنت الوحيدة اللي انت حبيتها وراضية بظروفك وانت عندك 30 سنة رافضة تخليك تتجوزها، ده كده عيب قوي. معاك حق يا علي، بس المشكلة دلوقتي ان انا لو صممت هي مش هتخليني اتجوز عندها في الشقة. بقولك ايه يا زين، انت تروح تقعد مع عمك وتحكي له على كل اللي حصل من مامتك وخليه يقعد معاها، وكده كده هيتصالحوا واي مشاكل ما بينكم هتنتهي ان شاء الله. اقعد مع مين يا ابني؟ هو انت بتحلم ولا ايه؟ ده امي دي تطيق الجن الازرق ولا تطيق عم ده خالص، ده قطعت معاهم خالص اول ما ست الله يرحمها قابلت وجه رب كريم. انا نفسي افهم هي امك دي عامله معاك كده ليه؟ ما تريحك بقى وتعمل لاخرتها على الاقل عشان تفتكرها بكل خير. يا عم من كتر عمايلها معايا خلتنا اتمنى انها لو ماتت مع ابويا من زمان وارتحت منها. استغفر الله العظيم، ليه بس تعملوا في نفسكم كده؟ رضا الوالدين من رضا ربنا سبحانه وتعالى. مش بالطريقة دي يا سي عمر، دي عقدته في حياته يا عم. يا ريت انت تطلع بره الموضوع ده يا علي. وانت يا زين امك مش وحشة ابدا عشان تقول عليها الكلام ده، مفيش ام في الدنيا هتكون قصده تأذي ابنها ابدا. لا ما هو واضح اهو
اشتغلوا اشتغلوا، مش ناقصين ناخد جزء على اخر اليوم. وفي شقة عيسى اللي كان قاعد بياكل هو وبنته قالت له: بقولك ايه يا بابا، انا مش عايزة اتجوز ابن اخوك ده، بس انا عايزك تتجوزيه يا هبة، وبعدين احنا مش هنلاقي اي حد غيره يشيل الليلة دي، والغلطة اللي انت عملتيها مع ابن الحرام. غلطة مين بالظبط يا بابا؟ انت اللي بعتني للراجل ده ولغيره عشان اجيب لك الفلوس اللي انت عايزها، وفي الاخر عايز تلبسني لابن اخوك عشان انت هتبقي بنت عمه، ولو اتكلم وفتح بقه بنص كلمة هيبقى بيعيب في نفسه، وبعدين القايمة هتكون غالية قوي، يعني لو طلقك ابسط ما فيها نطلع بمصلحة حلوة من وراه. انا زين صعبان عليا قوي يا بابا، انا فعلا مش بحبه، بس مش عايزة استغفله. اوعي تحبيه واوعي تحب اي حد في حياتك غير مصلحتك وبس، وبعدين هو احنا هنأذيه في ايه يعني؟ هو يطول يتجوز واحدة في جمالك يا بنت انتي؟ اوف بقى يا بابا. طيب والست امه دي هنعمل معاها ايه؟ زين قالي ان هي رافضة الجوازة خالص، انا لقيت لها حل يخليها ترضى على الجوازة وتقعد وتحط الجزمة ببقها كمان. حل؟ ايه هو الحل ده يا بابا؟ قولي عليه بسرعة. اصبر انت بس يا قلب ابوكي، لما المحروس ابنها يسمع كلامي وكل حاجة في وقتها هتبقى تمام. واول ما جه الليل رجع زين من بره متأخر جدا، ودخل البيت ولقى سعاد قاعدة مستنياه، ودخل على اوضته وحتى ما كلمهاش نص كلمة، ودخلت الأوضة وراه وقالت له: أجهز لك العشاء يا زين؟ ماليش نفس، واطلعي بره واقفلي الباب وراكي لو سمحت. وسعاد اللي قعدت تعيط وقالت له: ليه يا ابني بس بتعمل فيا كده في آخر أيامي؟ هو أنا قصرت معاك في إيه بس؟ في كل حاجة يا ماما. انتي عملتلي ايه؟ ولا حاجة، انا اقل واحد في صحابي بسببك انتي. كتر خيرك يا ابني، قول كل اللي انت عايز تقوله وانا مش هزعل منك، بس اجهز لك العشاء وما تنامش كده على لحم بطنك. وزين اللي وقف وقال لها: انا عايزة اتجوز هبة يا ماما، وهي راضية تقعد معايا في اي مكان. وتفتكر بقى هي وابوها يرضوا ليه بوضع زي ده؟ غير يعني لو كانت فيها حاجة مستخبية. لا مفيش اي حاجة يا ماما، هبة احسن بنت في الدنيا، ولو هي هتتنزل وتوافق ان هي تعيش معانا في نفس الشقة عشان احنا قرايب وعشان بتحبني، وهفضل واقفة في الجوازة دي يا زين، وطول ما انا عايشة على وش الدنيا مش هخليك تتجوز البنت دي ابدا. انت فاهم ولا لا؟ يبقى انسي بقى ان انا ابنك وحبيبك، وانا اللي هتجوزها حتى لو وصلت بيا ان انا اسيبلك الدنيا كلها واقعد عندهم تحت في الشقة. وسعاد اللي قعدت تعيط وقالت: يا خسارة يا زين، يا خسارة تربيتي فيك يا ابني، وعمر اللي ضاع عليك. ويكون في معلومك يا زين لو اتجوزتها انا هبقى غضبانة عليك لاخر عمرك، ولا يهمني غضبك عليا. هو انت فاكرة نفسك ايه؟ انت ولا حصلتي اي ام اصلا. انا لو ما كنتش ام يا زين كنت سبتك لعمك، وكنت وقتها بقيت كده فعلا. ان شاء الله عنك ما طفحت في ليلتك دي. وسعاد اللي سابته وراحت على اوضتها ومسكت صورة جوزها الله يرحمه وهي بتعيط، وقعدت تكلم نفسها وتقول: شايف ابنك يا زكريا؟ شايف بيعمل فيا ايه بسبب اخوك وبنته؟ وتاني يوم بعد ما زين خلص شغله راح على بيت عمه على طول، وكانوا قاعدين بيتعشوا مع بعض، وعيسى قال له: حلو قوي الكباب ده يا زين، بعد الجواز اعمل حسابك انك كل ما تجيب كباب انا هاجي اتعشى عندك، تنورني في اي وقت يا عمي، البيت هيكون بيتك ان شاء الله. قال له: قولي صحيح، هي الست والدتك رضيت على الجوازة؟ انا لولا المرحوم ابوك الله يرحمه ما كنتش هتحمل كل ده. حقك عليا يا عمي،
وانا مستعدة اشتري اي شقة برا واتجوز فيها ومش هجيلها هنا تاني. لا 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 يا زين يا ابني، انا كده ازعل منك قوي، دي مهما كانت امك برضو. انا بقول يا بابا خلاص، مادام مامته مش موافقة يبقى كل واحد فينا يروح لحاله احسن. اخرسي يا بت انتي وقومي يلا اعملي لنا كوبايتين شاي. وهبة اللي قامت ودخلت على المطبخ على طول، وزين قال: شايف يا عم هبة بتقول ايه؟ هو يعني بمزاج اللي بيحصل ده كله؟ سيبك منها يا زين يا ابني وقولي، امك لسه مصممة على اللي في دماغها ده؟ للأسف ايوه يا عمي، وانا قلتلك الحل اهو، انا هتجوز هبة بعيدة عن هنا خالص. بيني وبينك كده يا زين يا ابني، انا ناوي اتجوز بس بعد ما اطمن على هبة بنتي، والا كنت هقولك تعالوا اقعدوا معايا في نفس الشقة، بس انا عندي حل، هخلي لك شخصية مع عمك وتعمل لك الف حساب وحساب، بدل ما انت عيل قدامها كده وملكش اي شخصية. انا من ايدك دي لايدك دي، بس لايمني على الحل الاول. هقولك انا الحل دلوقتي يا حبيبي، بس تسمع كلامي بالحرف، مفهوم؟ وبعد ما عدى ساعة مشي زين من عند عمه، وهبة اللي قالت لابوها: انت ازاي يا بابا تخليه يعمل كده، وازاي يوافق اصلا؟ مفيش حل غير كده يا هبة عشان اخليه يتجوزك. يقوم يعمل كده في امه يا بابا؟ انت هتروح من ربنا فين بس؟ بطلي رغي كتير وامسكي الكيس ده ووديه على العنوان اللي هقولك عليه. وهبة اللي قعدت تعيط وقالت له: وانا مش هروح لأي حد تاني، انا زهقت ان انا ابيع الممنوعات بتاعتك دي وكمان اروح للرجالة في بيوتهم. اصل انت بنت وش فقر بصحيح، غوري من وشي ومش عايزة اشوف وشك تاني. وفي شقة سعاد كانت قاعدة في الصالة، ودخل عليها زين وقال لها: لآخر مرة يا ماما هسألك، انت موافقة ان انا اتجوز هبة ولا لا؟ لا يا زين مش موافقة ابدا. تمام براحتك يا ماما، وانا كمان هعمل كل اللي يريحني. يعني ايه الكلام ده يا زين؟ يعني مش هتجوزها يا ماما؟ المهم رضاكي عليا يا ست الكل. الحمد لله، الحمد لله ان ربنا هداك يا ابني. طيب تعالى اتعشى معايا. معلش يا ابني، اصل انا مش معايا فلوس عشان اجيب اكلة حلوة. لا لا لا، ماليش نفس خالص. بقولك ايه يا ماما، انا بابا وحشني قوي، ما تيجي كده يا حبيبتي نروح نزوره دلوقتي يا ابني؟ ده الليل ليل علينا والدنيا عتمة، ما تخليها الصبح يا زين. ما تقلقيش ولا تخافي يا ست الكل، ابنك معاكي. وبعدين لو رحنا احنا دلوقتي واحنا راجعين نعدي على اي مطعم نتعشى سوا، واتعشى معاكي بالمرة. حاضر يا حبيبي، مادام بتسمع كلامي انا كمان هعمل كل اللي انت عايزه. وسعاد اللي راحت معاه المقابر، واول ما وصلوا هناك الراجل بتاع المقابر سابهم ومشي. هو في ايه يا زين؟ هو الراجل مشي ليه وقفل الباب؟ وزين اللي اتعصب جدا عليها وقال: اصل انت تعبتيني وقرفتيني في حياتي، وانا عايزه ارتاح واريحك معايا، وقررت احطك جنب ابويا النهارده في القبر واقفل عليكي. وسعاد اللي قعدت تعيط وقالت: يعني هتدفني بالحياة يا ابني؟ ليه هتعمل فيا كده؟ انا لو بعاند معاك عشان مصلحتك والله ازعل مني واهجرني، بس بلاش اللي انت هتعمله معايا ده. لازم اعمل معاكي كده عشان اتجوز البنت اللي بحبها. وسعاد اللي قعدت على الارض وهي بتعيط وقالت له: زمان عمك استغلني، استغل ان انا واحدة ست وبطولي، وكان عايزني في الحرام، ولما رفضت قال لي ان هو هيتجوزني على مراته، وانا خفت عليك يا ابني منه، وفضل يرازي فيا في عيشتي، وانا اتحملت كل حاجة عشانك انت، واشتغلت ومسحت البلاط في المحلات، واتحملت ذل واهانة عشانك انت يا زين، عشان ما خليكش تمد ايدك لأي حد،
وعملتك بني آدم وما حرمتكش من أي حاجة في الدنيا، وآخرتها تعمل فيا أنا كده يا زين؟ وقعد زين جنبها على الأرض وقال لها أنا آسف يا ماما، والله العظيم أنا كنت بخوفك بس، وعمري ما كنت هعمل كده معاكي، أنا آسف يا حبيبتي. وسعاد اللي حطت إيديها على قلبها وقالت أنا تعبانة قوي، مش قادرة خالص أخد نفسي. وسعاد اللي فقدت الوعي ونقلها زين على المستشفى على طول، وكان قاعد بيعيط، وجت هبة وقعدت جنبه وقالت أمك كان معاها حق، أنا منفعكش أبدا يا زين، أبويا كان هيجوزني ليك عشان تشيل شيلة مش بتاعتك بعد ما باع شرفي لزباينه. إيه اللي انت بتقوليه ده يا هبة؟ أبويا بيتاجر في الممنوعات وكان بيشغلني معاه من 2 سنين، بس أنا خلاص فاض بيا وبلغت عنه الشرطة، وهبيع الشقة بتاعتنا وهقعد بعيد عن المنطقة كلها اللي بقت سمعتي فيها زي الزفت. وفجأة خرج الدكتور من جوه وقال انت ابنها مش كده برضو؟ ايوه انا ابنها. امي عاملة ايه دلوقتي يا دكتور؟ طمني عليها. للأسف البقاء لله، امك راحت للي احسن مني ومنك. وزين اللي قعد يعيط وقال لا 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 ما تقولش كده يا دكتور، انا عارف ان هي زعلانة مني، انا هدخل اصالحها الاول يا دكتور، بعد اذنك لو سمحت دخلني عندها صالحها. والدكتور اللي طبطب على كتفه وقال له كانت بتقول وهي تعبانة مسامحك يا زين، مش انت اسمك زين برضو؟ وزين اللي قعد على الكرسي وقال وهو بيعيط انا السبب، انا عمري ما هسامح نفسي ابدا. وعدت السنين والايام، وكان زين قاعد هو ومراته اللي اسمها ايمان وابن الصغير وصاحب عمره عمر، اللي قاله تعيش وتفتكر يا زين، انا هروح ازور قبر ماما وجاي على طول. يا زين سيف ابنك جري، انا هروح وراه لا يتوه مننا هنا ولا هنا، وهستناك في العربية يا حبيبي. ماشي يا حبيبتي براحتك. ومشيوا كلهم وسابوا زين واقف لوحده قدام قبر امه، وقعد على الارض وهو بيعيط وقال نفسي ترجعي لي لحظة واحدة بس اقولك فيها ان انا عمري في حياتي ما حبيت حد قدك يا ماما، وانا كنت غبي جدا لما كنت بزعلك، حقك عليا يا ست الكل، سامحيني يا ماما. اصعب شعور في الدنيا هو الندم على الاهل، ربنا يبارك لنا في والدينا، واهم حاجة هو رضاهم علينا، ولو مش موجودين في الدنيا احنا لازم نرضيهم باننا نصلح حالنا وندعي لهم دايما ونقدر تعبهم علينا. وكده حكايتنا انتهت، يا رب تكون عجبتكم.